السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل غدوة ما يختلفش عليها اتنين، الأكل الشعبي كلنا بنحبه. عملنا فول بقوطة وبتنجان بابا غنوج وبتنجان بخلي وتوم وبيض. تعالوا نعملها بقى مع بعض، أكلة ما يختلفش عليها اتنين. أولا بنولع البوتاجاز عادي جدا وعلى العين الكبيرة ونروح حاطين البتنجانية. كل اللي استعملته في اللي هنا في الأكلة دي بتنجانتين، والله ما كملوا كيلو عند الراجل. خلي بالك البتنجان ده ما بيوزنش، ان بتنجان سوا مش بتنجان بلدي بتاعنا المدور، لا بتنجان سوا ما بياخدش سوا. بتاعنا احنا البلدي اللي بياخد سوا ده بياخدش سوا، ما بيبقاش مبذر، ما تقلقيش منه. ما بصي في ثانيه بيستوي، في ثانيه اهي كده استوت. بصي خلاص في ثانيه، ما بتاخدش وقت على النار اصلا، ما بتكملش 10 دقايق. هي بتداوي البوتاجاز بس بتديكي نتيجه هايله، بدل ما تحطيها في الفرن وتولعي الفرن وقصه وموال. دي كده استوت. هنجيب البتنجانيه بقى دي نقطعها كده طرنشات حلوه، مش عايزينها طرنشات رفيعة، حلوة كده ملحمة عشان نعرف ايه نعملها بالخل والثوم. احنا كده خلصنا البتنجانات دي، بقى نسيبها تبرد. نقطع البتنجان ده كمان ونحطه في ميه وملح. هتقولي لي طب ميه وملح ليه؟ احنا بنحطه في ملح يا نونه وفي مصفى. اقول لك لا، كده يشرب منك زيت. حطيه في ميه وملح وعلى ضمانتي. والله ده صاحب، والله صاحب مصنع، مصنع صاحب مطعم، هو اللي قال الحكايه دي. بيحطوا البتنجان في الخل في ملح وميه. الملح والميه بيخلي البتنجان ما يشربش زيت، وفي نفس الوقت البتنجانيه تنشف وتبقى حلوه كده ماسكه نفسها، مش تبقى بتلظ زيت. في بتنجان كده تلاقيه بتلظ زيت، اصل تقولي اصل البتنجان بيشرب زيت، لا البتنجان ما بيشربش زيت. حطيه في ميه وملح وعلى ضمانتي، مش هيشرب زيت منك ابدا. سيبيه يركنيه ساعه، نص ساعه يعني سيبي البتنجان دايما المقلي ده اخر حاجه تقليها، ولا يشرب زيت ولا اي حاجه. بصي اهو ميه وملح، هنحط له حبه ملح حلوين كده، ونسيبه بقى لغايه ما نجهز بقيه طلباتنا وبقيه الحاجه بتاعتنا. يعني احنا ده سيبناه حوالي ساعه، ساعه ونص، عبال ما انا كملت بقيه الطلبات. انا الفيديو مختصر معاكي لكن انا باخد وقت. خلاص كده، ده خلاص كده هنركنه راخ. معانا بقى فلفل الوان وكام قطايه كده حلوين. حلو كده، مش هقطع الفلفل معاكم عشان ما تزهقوش، بس هبشر القوطه. هتقولي طب بشور القوطه، طب ما تخرطيها يا نونه. اقول لك لا، في اكلات كده بحب ابشرها، وفي اكلات بحب ايه اقطعها. الفول ابو قوطه، انا هعمل فول بقوطه، فالفول ابو قوطه من ضمن الاكلات اللي بحب اقطعها. انا بعمله كده دايما في رمضان، كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله رمضان يجي وهنعمله سوا. وبدمس الفول سوا، لكن انا النهارده ما كنتش مدمسه فول سوا، انا اشتريت فول من بره. ف بنعمله بقى في رمضان، بس أنا ما بحطش فلفل عشان الصيام وكده، ما بحطلوش فلفل. فدايما احب ابشرها، ما احبش اقطعها. في الفول ابو قوطه في حاجات تانية بنقطع فيها القوطه، يعني حاجات وحاجات. بصي ابشريها كده هتلاقي القشره فصلت، انا مش عايزه القشره، عشان ما تبقاش ايه في الفول ابو قوطه، انا عايزاه كله كده زي الزبده كده وماسك مع بعضه كده، ياخد ودي مع بعضه كده بشكل ودي. يعني خلاص كده اهي بشرت القوطه وقطعت الفلفل حتت صغيره. بصوا حتت صغيره، انا مش عايزاها حتت كبيره، بصي حتت صغيره. ما عندكيش فلفل الوان، خلاص فلفل نوع واحد وخلاص. هما بيضتين اللي استعملتهم في صينيه البيض، مش اكتر من كده، بيضتين اتنين. اه ما تفتريش في البيض، البيض غالي، لا احنا مش هنفتري في البيض. هنحط عليهم، هنربهم كده اهو، وهنحط عليهم نص كوبايه لبن. ايوه كوبايه لبن، الكوبايه اللي هو الكوبايه بتاعت الشاي الصغيره دي اهي، هنحط نص كوبايه. وهنروح حاطين عليها ملح وفلفل، ومش اكتر من كده توابل عشان ما تبوظيش طعم البيض. ملح وفلفل، برافو عليا يا حنان يا نونا، والله برافو عليا يا نونا. ايوه كده. وهنحط شويه فلفل الوان حلوين كده، حطي كده شويه فلفل. اعملوها حتى لو عملتوها لوحدها كده دي وعملتوها للولاد سندوتشات او عشاء لوحده كده، بيضتين والله العظيم ثلاثه بتشبع جدا. انت عمرك لو قليتي بيضتين كده هم لوحدهم للعيال مش هيشبعوا. اعمليهم بالطريقه دي وشوفي الجمال، وشوفي شوفي الحلاوه. جبنه موتزاريلا، ما عندكيش جبنه موتزاريلا بلاش منها يا قلبي خالص، بس انا حبيت اعمل لهم الاوبشن. جبت صينيه مدهونه سمنه او زيت براحتك، انا دهنتها حته سمنه. عندي بقى انا شويه لحمه مفرومه فايدين من الفطير الشرقي اللي احنا عملناه مع بعض. بصوا حبه صغيره ازاي، رحت حطاهم كده. ازود لهم اوبشن برضو، يعني نعمل لهم اكل كده شعبي، نزود لهم الاوبشن شويه.
انا ما عسكتش لحمه، دول ما كانوا عندي في الفريزر. حط على الوش شويه جبنه موتزاريلا ودخليها الفرن على الرف الوسطاني. حلو كده، ودرجه الحراره عاليه عادي جدا، هو بياخدش سوا يعني بالظبط، ده ما بيكملش 10 دقايق وبتخرجي الصينيه دي. كده هندخلها الفرن. تعالي بقى نعمل الفول. حبه زيت، بصلايه، شوحيها، بس انا عايزاكي تشوحيها، ايوه شوحيها، لونها بس يصفر حاجه بسيطه كده. ونروح نازلين بالايه، بالفلفل اللي احنا مخرطينه الباقي. بص انا مخرطه ايه، قرن فلفل اخضر حراق، عشان احنا بنحب الفول ابو قوطه حراق. في رمضان إن عشنا وكلنا عمره هنعمله من غير ايه، نعمله من غير فلفل حراق طبعا. ملح وفلفل وكمون بس، طبعا الفول بيحب الكمون جدا بيعشقه، فمش هحط اكتر من فلفل وملح وكمون بس، كتريش توابل عن كده. دبلناه شويه ورحنا نازلين بالقوطه المبشوره اللي احنا عملناها. بصوا هنقلبها كده مع بعضها. الفلفل بقى هينزل ميته مع القوطه دي كده، هتسرد ميتها الاخرى، هتلاقيه عمل تسبيكه كده حلوه بس. شكرا. بصي ما تعمليش فيه اي حاجه، هو هيعمل كده لوحده من غير ما تحطي اضافات. بصي ادي الفول اللي انا جايباه، وهنروح ايه، انا كنت هرساه بقى جوه الكيس كده، قعدت اهرس فيه نعمته بس. ايوه بصي شويه فول، يا نهار ابيض. انا مش عايزه اقول لكم احنا اكلنا ازاي، يعني احسن ما اكلنا لحمه ولا فراخ، لا 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 لا. الاكل ده فعلا بيودي الواحد في حته تانية خالص. بعدها بقى حبسنا بشويه الشاي، مش عايزه اقول لكم يعني، كان تحفه الاكل. على راي مروه الشافعي خطيره. اهو سيبها تغلي كده واركنيه بقى. تعالي نقلي البتنجان كله ورا بعضه كده. احنا سيبنا البتنجان اخر حاجه يا جماعه، كل حاجه بقى كده استوت. فاضل ايه، وسايبين البتنجان اللي هو المشوي يبرد برضو ونروح له. هنخلي لونها ذهبي حلو كده، مش عايزينه غامق، خلي بالكم، احنا مش عايزين البتنجان غامق، عايزينه لونه ذهبي. يعني بتاع المسقعه ممكن تغمقيه شويه عشان بيتحط في صلصه، انما ده لا، ده دهبل ان هو يتحط كده زي ما هو. بصي بينشف ازاي، خدي بالك، بصي بتنجانيه ناشفه ازاي، مش بتلص وشربانه زيت، لا 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 لا. معايا كام قرن فلفل حلوين كده، بس الفلفل كان طويل قوي، رحت مخرطه اتنين كده. يلا بقى كده. انا ما بتكاش على الفلفل قوي، في ناس بتسيبه يحمر، لا ما مش هيبقى حلو يا جماعه، يا دوبك كده بس كده هزه بسيطه. دي البتنجانيه. هنقشره بقى، خلاص هنقشره. وبعد ما تقشريه اشطفيه بشويه ميه ولا اي حاجه تحت الحنفيه كده، تشطفيه عشان لو في سواد ولا حاجه كله بينزل في الايه، تحت الحنفيه، شطفه بسيطه كده عشان نعرف نخرطه. انت بقى بمزاجك، عايزه تعملي كل اكله لوحدها براحتك. احنا عملنا خليط الشعبي ده، والله الاكله ما كلفتنيش اي حاجه غير ب5 جنيه. انا كده كده عندي بيضتين في التلاجة، يعني عندي بيض في التلاجة، خدت بيضتين وجبت البتنجان ب6.5، ما كملش كيلو، فاخد 5 جنيه. و5 جنيه فول. اه والله والله ما عملت اكتر من كده، يعني كل الموضوع النهارده في الاكل في الغدوه دي. انا بقى البيض عندي كل اللي جبته من بره ب10 جنيه حاجات بس، مش اكتر. 5 جنيه فول و5 جنيه البتنجان. بصوا، وكل حاجه بقى موجوده في البيض، بيض، والجبنه موجوده، لقيت شويه الجبنه المفرومه، اللحمه المفرومه خدتهم، يعني لميت التلاجة كده. ويوم والله اكل كان تحفه، وكله على فكره مواد، يعني كله عناصر غذائيه عاليه. عندك البتنجان كله حديد، قطعناه كده بالسكينه وهرسي. عندك البتنجان كله حديد، عندك البيض بروتين، عندك الفول برضو من البقوليات بروتين. يعني اكله مش لازم يا جماعه يعني لحمه وفراخ بقى، اللحمه غليت يعني نشوف حاجات تانية بديله. الحاجات دي بتاكل والله عن اللحمه والفراخ. انا بعشق الاكلات دي بصراحه. الطحينه بقى احنا عملناها معاكم، ده انا عملتها معاكم ونزلت لكم فيديو بتاعها، هي دي. هنحط خل كده، وهنحط حته فلفل وحته توم. مش عايزه فلفل حراق ممكن تستبدليه فلفل فلفل اخضر بارد. مش عايزه فلفل خالص ما تحطيش حطي حته التوم ومس وملح، حبه ملح وخلاص، وشكرا على كده. عايزه تحطي توابل بقى براحتك، يعني انت عايزه تحطي توابل تاني براحتك. انا هحط بس شويه خل كده تاني حلوين ونقلب. مش عارفه الخل بتاع الليمون دول ما بيبقاش طعمه لاذع كده زي الاول زي زمان.
حتى الخل اهو. طبعا انت هتحيقيه الحياء بتاعك اللي انت بتحبيه، وهنروح نازلين بيه على البتنجان ونازلين هرسينه بقى اهو. تعالى بقى يا ابني، ده كان شويه بتنجان عجب لوز اللوز والله، حاجه كده مش عايزه اقول لكم بقى تتكتب في كتاب. اه والله الاكل ده بيودي حته تانية خالص، فعلا الاكل ده جميل. انا بحب الحاجات دي قوي. كنت عايزه اجيب لهم طعميه بس هم ما رضيوش. انا قلت نقلي طعمي جنبيه طعميه، انا ما عنديش طعميه في البيت، قلت نقلي طعميه جنبيه طعميه، هم رفضوا قالوا لا احنا مش عايزين طعميه. اهو تمام كده خلاص. هنجيب بقيه حته التومه اللي معانا وحته الفلفل، مش عايزه فلفل برضو ما تحطيش، بس البتنجان ابو خل وتوم ده اساسي فلفل، فانت عشان مش عايزه حراق مثلا حطي فلفل اخضر عادي اهرسيه، يعني اضربيه في الخلاط او بدقيه بالهون مع فصين توم، اللي هو الاخضر الرومي. الفلفل الاحمر الكبير ده اي حاجه، المهم بس هو لازم طعم الفلفل فيه. لو انت مش بتحبي الحراق هنحط ملح وفلفل، هنحط ملح وكمون بس. حطيت فلفل انا حط، بيني ما حطيتش فلفل مش فاكره. المهم بس هو اساسه كمون يعني، لازم تحطي كمون. خلاص حطي شويه الكمون، كمون وملح بس ما حطيتش فلفل. وهنجيب بقى البتنجان، بصي قلبناه كده على بعض. هاتي بقى كده البتنجان وطبق فاضي، البتنجان اهو ما طلعناه على المناديل عشان ايه الزيت بتاعه يصفي الزيت بتاعه. رصي بقى كده رصه محترمه. هو كده بترص كده، مش انا عاملاه كده عشان الكاميرا، لا انا برصه طبيعتي كده، وبعدين انزل عليه برشه من الخل والثوم. في ناس بتعمل الخل والثوم ده تصفر التومه بشويه زيت، تصفرها بعدين تطشها بالخل وتحطي عليه بقى الفلفل والتوابل. لا، ما انا مش بحبه كده. ليه؟ سبب بقى، يعني انا قاليه البتنجان بزيت، اروح كمان اعمل الخلطه بتاعته بتومه بزيت، لا مش هيبقى حلو يعني، هيبقى تقيل قوي وكله دهون. لا انا بكتفي بالزيت بالقلي البتنجان، وبحط بقى الباقي الحاجه بتاعته الخل والثوم ده على البارد. اهو بصوا ما شاء الله، ياه كلنا اكل والله العظيم. تعالوا كلوا معانا يا جماعه، والله كلنا اكل في اليوم ده، أنا مش عايزه اقول لكم، انا مش عايزه اقول لكم. انبهار، انا كبهيره انبهرت. هنرش بقى الباقي كده، ايوه. انبهرت يا بهيره، انبهرت. ايوه اصل انا بعشق الاكل ده يا جماعه والله. ايوه ايوه بس كده خلاص كده شكرا. وروح حاطين الفلفل بقى بشكل جميل كده، حطيه على وشه براحتك. انا قلت احطه كده يعني، نغريهم نغريه يا سكيننا. ايوه خلاص على كده، ده انا كده عملته ده خلاص. اركنيه بقى ده على جنب. ادي البيض بقى، بصي قرص البيض ما شاء الله كان تحفه بصراحه، خطير على رأي مروة الشافعي، خطير فظيع، حلو جدا جدا جدا، مشبع والله فاض. يعني احنا 4 أفراد، أنا مقطعة على 4 أساس إن احنا 4، والله العظيم فاض، لأنه فعلا حلو غني كده. وحتة اللحمة المفرومة اديته كده غناوة. يعني انت ممكن حتة اللحمة المفرومة دي عندك في الفريزر كده ممكن تقولي ايه ما ملهاش لازمة. لا يا جماعة مفيش حاجة اسمها ملهاش لازمة، احنا ما عندناش حاجة ملهاش لازمة، احنا كل حاجه عندنا وليها لازمه. انا شلتها كانت حته صغننه خالص زي ما انت شفتيها كده، وشلتها في كيس في الفريزر ليها وقتها، هيجي لها وقت العوزه، ادي وقت العوزه بتاعها، ولا اي حاجه خالص. نفعت اهي، بصي جميله ازاي، تحفه تحفه. خلاص تعالي بقى هاتي لي الفول حبيبي بقى يا سيدي، يا سيدي على الجمال. الله شم الريحه شمه، الله على الريحه، الله على الريحه تحفه. بصي ايوه، بصي الفول طعمه ادي يا ستي الاكل. ادي الفول ابو قوطه، ادي البيض، وادي شويه جرجير حلوين كده، وادي البتنجان بخل وتوم، وادي البتنجان ابو طحينه. يا سيدي على الجمال يا سيدي. ايه الروقان ده روقان. انا بقى لازم ادوق، لازم ادوق في الكاميرا اظبط شخصيتي. ايوه اهو. انا بقى بيني وبينكم يعني انا اتلككت ادوق، انا مش قادره اصبر، كنت جعانه جدا وعندي مجاعه ورايا بيقول يلا عايزين ناكل، بس بعمل لكم تحفه. اكل بصراحه في منتهى الجمال اهو.
شويه جرجير بقى، عندك بصل اخضر يا سلام، واو لو بتحبي البصل الاخضر. وادي البيضه اهو، همسكها لكم كده. اوعي تنسي تحطي لايك عشان ما ازعلش منك، ولو انت مش مشتركه في القناه اشتركي، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اختراعات ماما نونا. بصي بوريكي سمكتها عامله ازاي، تخيني ازاي. بيضتين يا جماعه مش اكتر، وفروا البيض غالي، البيضه بقت ب3 جنيه. بحبكم في الله، تركتكم في رعايه الله، السلام عليكم.